السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة اللي قدام حضراتكم دي متفرعة من شارع الملكة، شقة ناصية، شقة لقطة، مساحتها 140 متر على ناصية. هي الدور قبل الأخير. العمارة فيها 2 أسانسير. أفرج حضراتكم على الأسانسيرات والمدخل والواجهة. ده تواليت الضيوف. شقة تشطيبها سوبر لوكس زي ما حضراتكم شايفين. شقة صحية كلها على الشارع، ما فيهاش حاجة على المنور خالص. الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين. الشقة دي جاية بسعر اللوت. هقول لحضراتكم على السعر واحنا بنتفرج. الشارع ده شارع واسع، عرضه حوالي 12 متر. ريسبشن طبعا ياخد انتريه وسفره مستريح جدا جدا جدا. تقسيمه الشقه دي جايه في منتهى الجمال. الشقه دي تنفع سكن او تنفع استثمار، يعني اللي عايز ياخدها اجرها. هنا الايجار المفروش بيصل ل 10 و12 الف، ايجار الفاضي ب 4000 جنيه. في حد متفق على انه عايز ياخد الشقه دي ب 4000 جنيه ايجار فاضي زي ما هي كده. الشقه دي جايه بسعر محروق لسرعه البيع. المطبخ زي ما حضراتكم شايفين، وفي غاز طبيعي. المطبخ ده كان حدوده لغايه هنا بس، يعني في حوالي اكتر من متر وشويه في الطول ده دخلوا في مساحه المطبخ، لان هو عمل تعديل اللي خد الشقه دي، فغير في نظام. يعني في طرق كانت هنا دخلها مع المطبخ، خلى المطبخ واسع. يعني اللي عاوز يرجع النظام اللي كان مفيش مشكله، عايز يخلي المطبخ بالمساحه دي مفيش مشكله. يعني كان حدود المطبخ ده الرخامه دي، لان دي طرقه بتوديني على الغرفه والحمام الرئيسي، هو دخلها. دي الغرفه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الشقه مش محتاجه اضاءه طول النهار لانها منوره ولانها ناصيه، هواء وشمس طول اليوم. والشقه بحري وعلى شارع عرض 20 متر، يعني البحر بتاعها كمان شمس زي ما حضراتكم شايفين اهي، داخله جميع الغرف وداخله الريسبشن. شقه صحيه من الدرجه الاولى. الشغل اللي في السقف برضه بظهره لحضراتكم. هوري حضراتكم في بلكونه طبعا وعلى شارع عرضه 20 متر. احنا كده شفنا غرفه. دي الغرفه اللي هو عمل فيها تعديل، هو فتح لها من هنا على الغرفة، يعني عايز يعمل دي ليفنج، نظام مش نوم، معيشة يعني. تمام. ودخل الطرقة على المطبخ. هتتفرجوا حضراتكم هتفهموا واحنا بنتفرج. دي اللي هي المفروض الغرفة. ده الاتجاه البحري، يعني الشباك ده على اتجاه بحري. اللي قدامكم ده شارع 20 متر، شايفين حضراتكم؟ شارع راقي جدا جدا بعرض 20 متر، يعني مفيش مجرح قدامي، 20 متر قدامي بالظبط. دي البلكونه. انا بتعجبني الشقق الصحيه اللي بيبقى فيها شمس وهواء دي. بلكونه واسعه زي ما حضراتكم شايفين، ماسكه الشارع ال 12 متر وماسكه الشارع ال 20 متر. الشارع 20 متر. شارع هادي وراقي جدا جدا جدا. شقة بحري، يعني انا واقف الهوا زي ما حضراتكم شايفين. لو في حاجة بتتحرك كنت اظهرت لكم الهوا، لان الشقة دي بحري، بحري غربي. شمس، احنا كده يعني كده على الساعة 2 او 3، شمس اخر النهار، وكده الاتجاه البحري. دي الغرفة الثانية. دي الغرفة الثالثة، بحري برضو. شايفين حضراتكم مساحة الغرفة قد ايه؟ مساحات محترمة جدا. بان التعديل اللي هو عمله، الطرقة اللي كان الحمام الرئيسي بدخل له على طول من الطرقة من بره، هو عمل الأوضة الرئيسية دي باب على الحمام، وعمل باب هنا. اللي عايز يرجع مفيش مشكلة، يرجع، كل حاجة ترجع تاني مفيش أي مشكلة.
على الشارع برضه. شوفوا حضراتكم مساحة الحمام الرئيسي، حمام مساحته محترمة جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. حتى انا ما ولعتش الكهرباء، النور اهو لندن اتشالي اصلا ومنوره، يعني حتى الحمام منور اهو. شقة ناصية كلها على الشارع. السعر بقى، السعر اللي مطلوب في الشقة دي سعر لقطة ومحروق. احنا بنتكلم في ان البيع في خلال يعني 3 4 ايام، لو ما اتباعتش الشقه دي صاحبها في حد فعلا جاهز هيأجر منه ب 4000 جنيه. اللي عاوز يكمل ايجار مفيش مشكله، عاوز يشتري دلوقتي مفيش مشكله. السعر اللي مطلوب في الشقه دي 560000 560000 جنيه سعر لقطه لسرعه البيع. ال 560 والارقام دي اسعار شقق طوب احمر هنا ومش ناصيه، يعني هتسمع ال 500 دي طوب احمر ومش ناصيه كمان، وشقق على شوارع ضيقه. فما بال حضراتكم زي ما حضراتكم بتفرج كده في شمس وهواء والشمس داخله جميع الاوض اهو. شقه كلها منوره، شقه صحيه. في 2 اسانسير هنا. هفرج حضراتكم مدخل العماره. يا ريت ما تقفلوش الفيديو، هتشوفوا حضراتكم الواجهه والمدخل دلوقتي حالا.